بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأعزاء، أنا أوجه هذا الحديث ليس فقط لأعضاء الحزب ولكن لكل أهلنا وناسنا أبناء مصر العزيزة الذين ندعوهم أن يخرجوا على جميعا كل من هو بلغ سن 18 عاما يوم السبت القادم للمشاركة في الاستفتاء على دستور مصر. أنا أدعو جميع المواطنين رجالا ونساء أن يشاركوا في هذه العملية الديمقراطية وأن يشاركوا في هذا الاستفتاء الذي أتمنى أن نشارك فيه جميعا، سواء الذين سيقولون نعم أو الذين سيقولون لا. أنا لا حزبنا رفض مقاطعة هذا الاستفتاء رغم أننا موقف معروف من بعض مواد الدستور، ووجدنا أنه الأصلح لوطننا أن نذهب لنعبر عن رأينا، وسواء كانت نتيجة الاستفتاء على الدستور بنعم أو بلا حتما سنحترم هذه النتيجة. لعل البعض يتساءل، ونحن الذين بذلنا جهد كبير وما زلنا حريصين على المرحلة الانتقالية وأن تمر في وطننا بسلام وباستقرار، وكان جزء من هذه المرحلة وإتمامها هو أن يتم هذا الدستور، ونادينا من أول يوم كما تعلمون أننا نريد أن ننهي الدستور في المدة التي تقررت في الاستفتاء الماضي وهي 6 شهور، ولا نريد له أن يتأخر لأن ده جزء من إتمام العملية الديمقراطية. ولكن قلنا أن هذا الاستعجال في إنهاء الدستور الذي نادينا به وكنا معه لابد أن يكون مصحوب بتجويد هذا الدستور وأداء جيد، وهذا الذي دفعنا في الحزب أن نرسل آرائنا في كل المسودات التي خرجت، وكان أولهم وأقربهم للتمام هي مسودة 14 أكتوبر، كتبنا فيها آرائنا في المواد التي قبلناها والتي رفضناها، وسلمنا آرائنا في هذه المسودة إلى السيد رئيس الجمعية المستشار الغرياني، وحينما قابلت السيد رئيس الجمهورية الدكتور مرسي سلمت نسخة من هذا، آملا أن الدستور كان يراعى في هذه الآراء في القضايا الأساسية التي نختلف معها، والتي قلنا في هذا الوقت أنها لو استمرت في الدستور أو في مسودته التي ستعرض على الاستفتاء فسوف نقول لهذا الدستور لا لو استمرت هذه المواد. وتواصلنا مع أعضاء الجمعية التأسيسية لنقول لهم آرائنا في المواد التي كانت تخرج بين الحين والآخر، وكنا راغبين في أن نذهب جميعا بعد هذه الفترة، ودعينا كل أبناء شعبنا لنذهب لنقبل هذا الدستور الذي كنا نأمل أن يكون يمثل حالة توافق. لكن المؤسف أنه كثير من الآراء التي قدمت لم تؤخذ في الاعتبار. النقطة الثانية أننا نقدر الجهد الكبير الذي بذلته الجمعية وأعضائها في عمل هذا الدستور وهو محل تقدير عندنا. النقطة الثالثة أننا ندرك أن البعض الذي رفض هذا الدستور كان دافعه في رفض هذا الدستور تصفية حسابات مع بعض الأطراف السياسية، تعويق العملية الديمقراطية، استقواء ببعض أعداء مصر في الخارج والداخل. كل هذا رفضناه في حزبنا، ورفضنا أن نكون طرفا في حالة الاستقطاب، واخترنا المربع الذي نشرف بالانتماء إليه وهو المربع الوطني القيمي الرسالي الذي سنظل واقفين عليه. ليس لنا أي غرض من الوقوف فيه إلا البحث عن مصلحة مصر والانطلاق منه للبحث عن مصلحة مصر. الأمر الثالث أو الرابع أن الأسباب الرئيسية لدعوة أهلنا جميعا إلى أن يخرجوا يقولوا لا لهذا الدستور، هناك 3 أسباب رئيسية. السبب الأول أن هذا الدستور هناك ضعف في تحقيق العدالة الاجتماعية التي تحدثنا عنها كثيرا فيما يخص قضايا الصحة وقضايا المعوقين معالجة البطالة والأجور وغير ذلك مما سبق نشره على موقع الحزب. في قضية العدالة الاجتماعية في بلد 70% منه فقراء، ولا يمكن اللي يقرأ دستور لبلد 70% منه فقراء يجد خلوا من هذا الاهتمام الواجب بقضية العدالة الاجتماعية، رغم أن في بعض النصوص لكن لا تتوافق مع ما يعيش شعبنا
من ظروف معيشية واجتماعية قاسية يعيشها العامل ويعيشها الفلاح، غياب للرعاية الصحية كما يجب أن تكون، غياب لتعليم جيد رغم أنه مجاني لكنه غير جيد وغير مناسب، وغير ذلك من التفاصيل التي سبق وكتبنا عليها في موقع الحزب. القضية الثانية التي كانت بالنسبة لنا قضية أساسية لرفض هذا الدستور هو الهيمنة العسكرية أو هيمنة المؤسسة العسكرية، أو إعطائها وضعا مميزا وعمل قضاء عسكري ومنع وعدم منع عرض المدنيين على القضاء العسكري من خلال عبارات مطاطة تجعل هناك وضع متميز للمؤسسة العسكرية. أنتم تعلموا جميعا أننا نعتز بهذه المؤسسة، نعتز بجيشنا، لكننا لا نريد للجيش المصري الذي نعتز به ولا لمؤسساته أن يكون لها أي علاقة لا بالسياسة ولا بالاقتصاد. يكون دورها الوحيد الذي نعتز ونفخر ونسمو به الدفاع عن الوطن دون أي تمييز، باعتبار الحامي الحقيقي لهذا الوطن هو الشعب المصري، وفي القلب منه جيشه الذي يعتز به. القضية الثالثة الأساسية التي اعترضنا عليها أو اعترضنا على الدستور من أجلها هي اختصاصات رئيس الجمهورية، حيث كنا نطالب من أول يوم أن يكون النظام السياسي المصري نظام رئاسي برلماني. فإذا بنا نجد أن سلطات رئيس الجمهورية تكاد تكون كما هي، بل أضيف لها بعض الاختصاصات الأخرى في تشكيل الأجهزة الرقابية وأجهزة الخاصة وغير ذلك. هذه يمكن الثلاث قضايا الرئيسية اللي موجودة وكاتبينها وكاتبين آرائنا في كل مادة بنعترض عليها ورأينا في التعديل، وهذا موجود كله بتفصيل على موقع الحزب. هذا الذي دعانا إلى أن نقول للدستور لا. نحن لا نقول للدستور لا مخالفة لأحد أو من أجل والعياذ بالله تصفية حساب مع أحد، لأن نجد أن الدستور لم يحقق المسائل أو القضايا الأساسية في خدمة هذا الوطن، وبالتالي وفي ذات الوقت بالتوازي مع هذا بنحاول وبنبذل جهد مع بعض المتعاونين معنا في تحديد المواد التي يمكن في حالة ما إذا وصلنا إلى رفض هذا الدستور الطريقة والكيفية التي يتم انتخاب الجمعية التأسيسية بها التي وأداء دورها. ثم إذا قيل للدستور نعم بنحدد المواد التي يمكن أن ندخلها في أول برلمان للتعديل الدستوري. احنا بنعمل في هذه الطرق الخطوط كلها بالتوازي، لا دافع لنا وندعو الله أن نكون صادقين وأمناء ومخلصين في عملنا، لا دافع لنا إلا البحث والإصرار والثبات على مصلحة الوطن دون انشغال بتحقيق مكاسب سياسية أو حزبية أو غير ذلك، آملين أن يستوعب الجميع وجهة نظرنا وموقفنا، وألا يمارس البعض علينا قدر من الابتزاز أو الإرهاب من أجل أن يفرض علينا أن نقول أو نلتزم برأيه، لأن الخلاف في النهاية يجب أن يكون مبني على أساس من الأخلاق والمبادئ وليس السباب والعويل. أنا كنت أود في نهاية حديثي أن أقول أننا سبق في أحد البرامج أنني قلت أن الدستور أو مسودة الدستور التعليم فيها لم تنص على أن يكون التعليم مجانا، وده مش صحيح، ده خطأ أنا بعتذر عنه. المنصوص لما رجعت للنص وجدت تعليم مجانا، لكن الحقيقة اللي غير موجود هو النص على تجويد التعليم وعلى الاهتمام بالشكل الكافي بالتعليم الفني. أشكركم في نهاية حديثي وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.